تابع الفيديو عشان تعرف هي اتعملت ازاي. ازيكم يا معلمين، جايين بفكرة جديدة نلم بيها فضلات الورشة. دول شوية سدايب سنتي في سنتي كنا استخدمناهم في فيديو فات، دول اللي فضلوا منهم. السدايب دي سنتي في سنتي متصنفرة من الاربع جهات. النهاردة هنستخدم زاوية 35 درجة وطول الحتة الواحدة 9 سنتي. كل شكل بيحتاج 6 اضلاع. هقطع الكلام ده ونرجع مع بعض. طيب قطعتهم ونوعت ما بين السويد وما بين الزان، برضو كل ده كان متوفر معايا. اول حاجة هنبدأ نعملها هنصنفر اللي احنا قطعناه، نروق عليه كده من الاربع اتجاهات. طيب خلصنا المهمة دي، خش بقى على تجميع الاشكال دي. هنستخدم امير او السوبر جلوب المصلب بتاعه، ده سريع الجفاف بصراحة انا بفضله جدا، حلو قوي في الشغل الصغير اللي زي ده. نبدأ كده ناخد واحدة نحط عليها الامير، والتانية برش عليها المصلب عشان ينشفوا بسرعة اول ما اجمعهم. المهمة دي هتاخد وقت معانا، فتنساش اللايك. لو انت مش مشترك في القناة ياريت تنزل تشترك لما نخلص المهمة دي. طبعا زي ما انتم شايفين بنجمع كل 3 اضلاع مع بعض، في الاخر بيكونوا نصين بنجمعهم مع بعض كده عشان نضمن ان الشكل يطلع مظبوط. في الاخر هيطلع معانا كده. احنا هنحتاج كتير فعملت دول عشان نختصر الوقت. هنبدأ ان احنا ناخد واحد كده اللي هيكون اعلى واحد، هنبدأ نعمل شاسيه داخلي عشان نعمل الغطا، هيكون بنفس الشكل كده. طيب انا عملته، شوفوا اهو مظبوطه، هيتعمل بنفس الفكرة. طبعا الموضوع مش كبير ومش صعب، نفس الزاوية ونفس كل حاجة. هنبدأ ان احنا نعمل عليه شكل تاني بس هيكون بارز لبره زي الشفة كده اللي هتشيل الغطا، بنفس الشكل زي ما انت شايف كده هيطلع معاكم بالشكل ده، وده اللي احنا عايزينه، هو ده المطلوب. نجربه. الله ينور. طبعا زي ما قلت لكم ده غطا، فبالتالي مش هنسيبه فاضي كده، فمحتاجين نعمل اي حاجة فوق. فنعمل اي حتتين 30 درجة بزاوية 30 درجة وهنحطهم كده زي ما انتم شايفين. وهنعمل برضو هنقطع 2 صغيرين بنفس الشكل ده، نجربهم كده. هنلزقهم في بعض الاول وبعد كده نركبهم، الصغيرة والكبيرة. هيطلع معانا بالشكل ده، هو ده المطلوب. الكلام ماشي تمام لحد كده. نجرب الغطا على الشاسيه بتاعه. تمام، الله ينور، شكله حلو، هو ده المطلوب. طبعا ما ننساش ان احنا نصنفره ونروق عليه، ده اساسي يعني، صنفرة حاجة اساسية معانا. ونصنفر باقي الاشكال كلها ونروق عليها كده عشان نبدأ نخش في اللي بعده. طيب القاعدة، نجيب حتة كونتر زي دي كده، كونتر 18 ملي، وهناخد شكل من دول نعلم عليه القاعدة زي ما انتم شايفين كده. هقطعه وارجع تاني. تمام زي ما انتم شايفين كده، الله ينور، مظبوط على الشكل بتاعه. بس في نقطة، الحرف بتاع الكونتر مش حلو، مش كويس يعني، مش هينفع انه يبان شكله واحد. بالتالي هنعمل زي نظام سوكلو كده، هنحتاج حتة 2 سنتي في سنتي من ضمن الفضلات، وهنلف الدار زي ما انتم شايفين كده. طيب قطعتهم، نبدأ ان احنا نلزقهم. هنستخدم الغيرة وهنستخدم الامين. طبعا الغيرة عشان خاطر ده خشب في خشب ويمسك بسرعة، وحتة كبيرة مش صغيرة. في نفس الوقت الامير ده هيفضل سانده لحد ما الغيرة ينشف. نخلص المهمة دي على السريع كده. تمام كده، الله ينور، كده خلصناها. طبعا لو لاحظتوا هتلاقوها ان هي بارزة من تحت، ده عشان خاطر السلك والغطا اللي هيتركب في الاخر. برضو هنمسكها نصنفرها نروق عليها وش، والحروف برضو اهم حاجة. طيب نخش في اللي بعد. اول حاجة هنجيب النص بتاع القاعدة عشان خاطر نخرم لللمبة. ده دويل عادي كان متوفر عندي فقلت استخدم. نغطس الجزئية دي من الدويل. دي بونطة عندي 20 ملي، بونطة معلقة، لقيتها مظبوطة على الراس التحتانية استخدمتها. نجرب كده. هننفذ الخرم الاولاني للاخر الاول
بعد كده نشوف بنت تاني. ده كاستير لوتر بس برضو لقيته هيكون مناسب. هنبدأ ان احنا نخرم تاني في نفس الفتحة بحيث نعمل كيرف عشان خاطر الدويل يبات مكانه بالظبط. هي دي النتيجة اللي احنا عايزينها. نبدأ نخرم خرم من الجنب للسلك الرئيسي بتاع اللمبة وهنوصله لجوه. تمام بالشكل ده كده. بقى ان احنا نوصل الخرم ده بالفتحة الرئيسية بتاعة اللمبة عشان خاطر السلك يمشي فيه بالقطر، وهنحدد على العلامات باللينيا والشاكوش ونفرغ الكلام ده كله بنفس الشكل اللي احنا قطعنا بيه القاعدة. هنستخدمه ونقطع بيه الغطا اللي هيغطي السلك والكلام ده كله. قطعته وهو بالشكل ده مكانه مظبوط كله تمام. طيب نبدأ يا معلم في المهمة الكبيرة، تجميع الشكل الأساسي. وده زي ما انت شايف كده هيكون بالنظام ده، واحدة عكس واحد. وهنستخدم في المهمة دي حتت صغيرة بنفس الشكل كده. هنبدأ ان احنا نلزقها على 3 أضلاع. نحط على ضلع ونفوت ضلع، نحط على ضلع ونفوت ضلع في المنتصف بالظبط زي ما انت شايف كده. خد بالك من حاجة، الحتة اللي انا قطعتها الصغيرة دي لما بنحط الشكل التاني عليها ما بتكونش طالعة عنها، يعني لازم تكون بمستوى الضلعين اللي هيكونوا عليها عشان ما تكونش طالعة بره وشكلها واحد زي ما هنشوف كده. نبدأ نلزق الشكل التاني عليها بالعكس بقى. لو خدت بالك هتلاقي ان الحتة الصغيرة مش طالعة بره. الله ينور. المهمة دي بقى هنكررها كتير وانا هخلصها وارجع لكم. طيب خلصناها ورجعت لكم في اخر حاجة هنحطها، الغطا ليه شاسيه والغطا داخلي. الله ينور. نأكد على الشغل بشوية مصلب وهي دي النتيجة. بصراحة تحفة جميلة والله. هي متعبة شوية بس تستاهل. واحنا يا عم نستاهل لايك واشتراك يا عم طالما وصلت لحد هنا في الفيديو. ده PVC، ده بيستخدموه في CNC بتاع السقوفات عشان يوزع الإضاءة، واحنا هنستخدمه لنفس الهدف. انا قطعت حتة ولزقتها في بعضها ونجربها كده. الله ينور. مظبوطة. خش لوحدها. الفينش يا معلم. طبعا انا هفنشها بورنيش، حضرتك ممكن تفنشها بأي حاجة تانية. يعني انت لو فنشتها بسبراي اسود هتكون منظرها تحفة بصراحة، فما كانش متوفر عندي سبراي اسود ففنشتها بالورنيش والنتيجة كانت مرضية برضو، ما كانتش وحشة. طبعا الجزئية دي مش مهمة قوي فانت ممكن انك تعديها. خش في اللي بعده على طول. ندخل على شغل الكهرباء. انا عارف ان الموضوع طول بصراحة بس استحمل شوية. النتيجة مرضية في الاخر. هستخدم مفتاح كمثرى، هو اسمه كده عندنا، معرفش عندكم اسمه ايه، او مفتاح اباجورة. هنلزق الكلام ده كله في بعض على السريع كده من غير ما اشرح ومن غير ما اعمل. منظرها جامد، مش قادر اوصف لكم شكلها. طبعا لو وصلت لحد هنا من الفيديو فانت الفيديو عجبك، فانت تدينا لايك، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة.